غادي نصدم الاغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا في هذا لا فيديو، وغادي نقول لكم بانه انا لست انسان ملتزم، انا لست انسان منضبط، انا لست بانسان اللي كل نهار كنلتزم بحاجه باش نوصل داكشي اللي بغيت. لا، والناس اللي خدامين معنا والناس اللي دارين بيا عارفين هذه النقطه. انا احب ما اعمل واحب ما افعل، وملي كتوصل لدرجه على انك كتبغي الحاجه اللي كدير ما كتحاسبش. نعطيكم واحد المثال زوين. الانسان اللي كيفيق للفجر كل نهار، كل نهار كيفيق للفجر في الشتاء وفي البرد، واش السيد كيخاف من الله او كيبغي الله؟ واش السيد كيخاف من الله او بغى يتلاقى مع الحبيب، لقاء حبيبين؟ جاوبوني. الخوف كيخليك تلقى اعذار، الخوف كيخليك تلقى 100,000 عذر باش ما ديرش ديك الحاجه، ولكن الحب لا. جوج ديال الناس كوبل ملي كيبغيو بعضياتهم كيتحداو المستحيل، ما كينعسوش. كيبقى يهضر مع حتى 4 الصباح ويفيق يمشي للخدمه مع 7 الصباح، وعاد ويفيق بخير مرتاح، ونهار تبعد عليه تسطى، ونهار يبعد عليه تسطى. كذلك الحب مع علاقتنا مع الله عز وجل. الانسان اللي كيبغي داك الريحه ديال الفجر، كيبغي داك لاتموسفير ديال الجامع، مستحيل مستحيل. ما كيشوفش البركه اصلا في الناس، وساعته البيولوجيه السيركيديوم ريدم، منبه الذاتي كيفيق راسو، ما كيلقاش. الصلاه خير من النوم. سبحان الله العظيم. الالتزام بالنسبه لي انايا هو شحنه سلبيه، انا لا اؤمن به. علاقتي معاكم، الخدمه ديالي معاكم انايا، هاد لا فيديو اللي انا كنصورو دابا، او علاقتي او الخدمه ديالي اللي كنخدموها في ارض الواقع، والخدمه اللي كتجمعني معاكم في لي سيونس في لي كونسلطاسيون، ما كنعتبرهاش خدمه وما كنعتبرهاش التزام، كنعتبرها حب. ومن اول لحظه الانسان كيتواصل معنا كيعتبر راسو بحال اللي كيتعامل مع خوه او مع واحد الانسان من العائله ديالو. الحب هو اللي كيزيد بالحياه للقدام. سامارش ماشي الخوف، سامارش. بالعكس، ملي كتقرب لواحد الانسان قوه، ملي كتفرض شروط على واحد الانسان، يعني نتايا اللي مخليه معاك هو دوك الشروط اللي هو خايف انه يغلط. سهل انك واحد السيد تقول لي خصك تجي للخدمه مع 8 الصباح وتخرج مع 5، وتفرض عليه هاد الشروط، واللي ما تحترمهمش غيخرج من الخدمه وغتخصم ليه من الصالير. ولكن الانسان اللي كتبني معاه علاقه حب ما غيجيش مع 8، غيجي مع 7 الصباح، وملي غيمشي للخدمه غيمشي للدار وغادي يدي معاه الخدمه للدار وغيخدمها، وغادي يزيد يخدم اكثر من طاقته. علاش؟ حيت انت زرعتي فيه الحب. الحب سيدنا اهم من اي حاجه، وانا كنقول لكم سيدنا، انا لست انسان ملتزم، انا انسان عاشق ويحب اي حاجه كيديرها يلقى فيها العشق ديالو ويتعلم العشق. بزاف ديال لي دومين انا كنديرهم في حياتي ما كنبغيهمش، ولكن كنتعلم انني نبغيهم، حيت الله عز وجل خلق الالوان وخلق الاختلاف وخاصنا نبغيهم. انت ما كتبغيش المشاش وكيعطي راسك فرصه تبغيهم، ما كتبغيش الفراشات، ما كتبغيش واحد النوع ديال الاكل، او ما كتبغيش واحد النوع ديال الظروف، عطيتي راسك فرصه تبغيهم. تاقلم، ايبيجينيريكس، لو كور ديالنا كيتاقلم مع لونفيرونمون، مع المحيط، مع المحيط اللي كنتمنوا ليه. وعطي راسك فرصه. ختاما نختم بكلمه واحده. كيعجبني نهضر معاكم، كيعجبني نجمع معاكم شويه، وانا ولاتيم خدينا واحد العاده انه مؤخرا او من دابا لقدام غادي نبدا نجمع معاكم بزاف، حيت ملي كيكون داك الحواجز ديال الدكتور كيتكلم معاكم كلشي كيبقى خايف شويه. وغادي نحاول نتكلم معاكم بلغه عاديه، لغه بسيطه، نحاول نقرب لكم باش الهم كيسموا بالعربيه البيربوز ديالي، الغايه ديالي فوالا، هي نوصل لذاك السيد اللي يائس، ديك السيده اللي يائسه، ونبين لهم بان حتى شي واحد محسن منك. الله عز وجل كرمك وفخفك من روحه وعطاك سره، دونك ما عندك علاش تخاف، حافظ لك رزقك، دير اللي عليك. هادشي اللي كاين. تحياتي لكم سيدنا، عيشوا بامل، عيشوا بحب، وبغيو اي حاجه كديروا ان شاء الله ربي غادي يبارك لكم فيها. هادشي اللي كاين. كان معكم دكتور انس بن سعيد. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.